السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نكمل. بسم الله. احنا كنا واقفين هنا بالظبط. طيب ندخل هنا كده. طيب هتلاقي في شوية مشاكل ظهرت زي هنا كده، ان الكروكس النعل بتاعه مش مظبوط. نظبطها عادي، نروح واير فريم، نمسك دول. في حاجة عايز اقول لك عليها. طيب عشان نوضحها لازم نطلع برا هنا. ماشي. ننزل كيوب. الكيوب ده هنحركه. بص شوف انا بحرك الكيوب ده ازاي هنا. ماشي. بعد ما تعمل سيلكت دوس جي، خد بالك ما تحركش الماوس. دوس شيفت زد. ماشي. بص شيفت زد لما تيجي تتحرك بيعمل ايه؟ كأنك بتدحرج البوكس ده على الأرض كده، بتزحلق كده. ماشي. لا بيطلع منك فوق ولا بينزل منك تحت. خد بالك كأنه ماشي على الأرض. يعني انت لو مشيت كده بيمشي على الأرض كده. شفت كأنه ماشي على الأرض اهو، بيروح بعيد كده. تمام. لكن لو دوست جي بس، بص بيتحرك منك حر، ما انت مش قادر تمشيه في اتجاه معين. تمام. فجي كنترول زد، جي شيفت زد، بيتحرك بالطريقة دي. هو بيقفل لك محور الزد وبيبدأ يتحرك في الواي والاكس عشان ما يطلعش فوق ولا ينزل تحت. تمام. جربها وشوف الفرق. تمام. ده احنا عاوزينه فين هنا دلوقتي؟ عاوزين نمسك هنا. وبرضه لو لقيت يعني الحركة بتاعتك مش مريحة بالماوس كده، روح على حرف الذال في الكيبورد. حرف الذال في الكيبورد، خلينا نفتح الاختصارات. حرف الذال اللي هو فوق التاب، هو الزرار ده فوق التاب اللي هو الصغير ده. وروح على فيو سيلكتد. تمام. هتلاقي الزوم ظبط معاك وبقيت تعرف تتحرك حوالين الشكل بتاعك. تمام. نيجي نبص من هنا، سيلكت الاوبجكت، edit مود، واير فريم، ونروح هنا. السيلكت قصدي الحركة اللي انا كنت بشرحها بره، اللي هي جي شيفت زد، احنا محتاجينها هنا بقى. بعد ما تعمل سيلكت جي شيفت زد. ماشي. وابدأ اتحرك. بس خد بالك حاول لما تتحرك ما تبوظش اللوب او الايدج دي. ما تبوظهاش. يعني مثلا لما تيجي تتحرك كده ما تطلعهاش فوق زي كده وتخليها واخدة زاوية. ماشي. حاول تخلي الاتنين دول زي ما هما كده قصاد بعض بزاوية 90 درجة زي ما هما كده. تمام. سلكت دي او امسك الاتنين، جي شيفت زد هنا كده. طب انا عايز احرك واحدة بس، امسك دي وجي اكس او جي في المحور اللي انت شغال عليه. تمام. همسك دول جي اكس لحد هنا. شايف الكيرف اللي هنا ده، الاوت لاين الصغير دوت، ده الصلصال بتاعك انت اهو. ماشي. فانت حاول تمشي بقى الصلصال بتاعك على نفس على نفس حدود الريفرنس. تمام. كده بنظبط الشغل ده. فزي ما قلت لك خد وقتك فيه واستخدم شيفت، استخدم جي شيفت زد او حسب جي اكس او جي مع المحاور. المهم ان انت تظبط شكل النعل بتاعك. تمام. جي اكس. وخد وقتك في الموضوع، انا هحاول اكون سريع زي ما قلت لك. جي اكس دي ندخلها شوية، ودي برضه نفس الكلام. هنا جي اكس، جي اكس، جي اكس. بص قبل ما ولا كمل عادي. جي اكس، جي اكس. هنا ممكن برضه جي اكس زي ما هي كده هنا، بس دي كده جي اكس حاسب. بص بقى، يعني انا دوست اختصار غلط. لاحظ الاختصار الغلط ده عامل ايه. بص وانا واقف كده شايف الخط الاسود دوت اللي هنا ده. بص راح فين. عامل مثلث كده دخل لهنا كده. ماشي. دي مشكلة حصلت وانا مش واخد بالي منها.
لو لاحظت ان الخط الاسود دوت ماشي صح اهو، ماشي صح هنا، ده كله كده كده، ده كله صح. بس جه هنا دخل كده عمل مثلث كده، ده ليه؟ لان انا دوست اختصار غلط. فانا هعمل اكس كده وارجع كنترول زد. بص الخط ده ظبط. ماشي. دي مشكلة انت ممكن ما تاخدش بالك منها وانت شغال. حاول الاختصارات اللي تدوس عليها تاخد بالك منها. تمام. واحنا زي ما قلنا احنا مش هنلتزم 100% في شكل الريفرنس يعني. جي اكس، جي اكس. تمام. جي اكس، جي اكس. اعتقد كده تمام. تمام. ممكن نيجي هنا كده نبص على التوبولوجي اللي هو الخطوط اللي هنا دي، لو فيها اي مشكلة قبل ما نطلع بره، عشان خاطر لو في حاجة غلط دوسنا عليها نرجع نظبطها. تمام. ارجع هنا واطلع بره. بص للشكل بتاعك. حاول تركز على الحواف اللي هنا دي، عشان الحواف دي اللي بيحصل فيها مشاكل وانت مش شايفها. ممكن وانت بتحرك فيرتكس او بتعمل تعديل على ايدج مثلا، تلاقي فيه حاجات شكلها غريب كده. وقت لما تلاقي حاجات شكلها غريب ترجع تاني تبص عليه. لكن التكسيرات اللي هنا دي هنظبطها. تمام. طيب نرجع تاني من هنا. ندخل احنا التركاية بقى هنا ايه، بعد لما احنا رفعنا الفيرتكس دي في الحلقة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات، والاتنين دول برضو رفعناهم. بص ادانا الكيرف اللي هنا ده، احنا عاوزين نخليه زي اللي في الريفرنس هنا بقى كده. التركاية دي مهمة، انت هتتحرك دي وهتتحرك باللي هنا دي. تمام. نمسك دي، نروح في الاتجاه اللي هنمشي فيه ونحط الماوس، ندوس جي جي دبل جي ونتحرك لجوه كده. نفس الكلام سيلكت ودبل جي وروح لجوه. اسف، جي جي وروح كده. تمام. بص من الجنب كده هتلاقي الكيرف بتاعك ظبط اهو. نفس الفكرة، بس محتاج ايه يعني نظبطه بقى اكتر من كده. هنا واخد شكل ستريت شوية، وهنا واخد حديد. تمام. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي عشان نعمل الستريت اللي تحت دوت، او التحديد اللي هنا؟ بص هنا احسن، التحديد الباين او اللي ظاهر هنا جامد دوت. عشان نعمله بص الريفرنس، شايف الفيرتكس اللي احنا ماسكينها دي؟ هنسلكت اللوب بتاعتها كلها، اللي هو الخط الاسود ده كله اللي ماشي لافف 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 لحد ايه لما لف ورجع تاني لنفس الفيرتكس. هنروح للأداة اللي هي المسؤولة عن تحديد الإيدج 2، وبعدين Alt كليك. تمام. اتأكد ان هو عامل تحديد لكل حاجة. هو طيب هو ما لفش اللفة كاملة، احنا هنكملها عادي. Alt وشيفت وكمل، Alt وشيفت وكمل. نتأكد ان هو عامل سيلكت لللوب كلها. لازم تتأكد من النقطة دي جامد. بعد كده خلاص احنا اتأكدنا ان السيلكت تمام. زوم ان كده وقرب من الشكل، وبعدين دوس كنترول بي ودوس شيفت وانت بتسحب عشان يبطأ معاك الحركة. بس ارجع ورا شوية كده عشان نشوف اللقطة دي، بحب اشوفها. كنترول بي، زود من السكرول كمان واحدة. الله، كليك بقى. شفت؟ زي الفل. عظمة. طيب هنبص كده نلاقي فيه اختلاف. بص من هنا تلاقي الكيرف ده مش ماشي مع الكيرف ده. نبدأ نظبطه عادي. ندخل في الايديت مود، نظهر الفيرتكس عشان نشوف الشكل بتاعنا. طيب احنا الكيرف الاوتلاين الاسود الصغير دوت، ده الصلصال بتاعنا. ماشي. فاحنا عاوزين نظبط الكيرف اللي في الصلصال على نفس الكيرف بتاع الريفرنس. هنمسك الفيرتكس اللي هنا دي ونحركهم، نرجعهم من ورا شوية كده مع الحفاظ على ايه، على نفس الشيب بتاعها. فاحنا هنروح هنا في الاتجاه اللي هنمشي فيه وندوس جي جي واسحب دول كده. تمام. تلاقي الكيرف بدأ يظبط معاك هنا وانت شايف. نمسك دول برضو جي جي وروح هنا كده نفس الفكرة، ولا خلي دول زي ما هما كده. تمام. هنيجي هنا نعمل ايه، هنعمل لوب تانية في الحتة دي. مساحة اللي هي بين اللوب ده وبين اللوب ده محتاجة ايه، لوب تاني هنا. كنترول ار
واول ما يظهر ما تحركش الماوس، دوس انتر وكمان واحدة انتر. تمام. دلوقتي هنمسك ايه؟ دلوقتي هنمسك اللي كلهم كده زي ما هما، او هنمسك دي بس، دي ودي. ماشي، ولا هنمسك اللفة كلها؟ هندوس جي جي، لا، هنعمل ايه؟ هندوس جي واي، نروح كده بيهم. تمام. جي واي مشيت بشكل مستقيم، فهتلاقي ايه؟ في حاجات باظت هنا، ندخلها لجوه عادي. جي اكس، نظبط الشكل بتاعنا من هنا، نفس الكلام جي اكس لحد هنا كده، اسف، جي اكس. تمام، واطلع بره كده، تشوف الكيرف بتاعك بدأ يظبط. تمام، والناحية التانية دي محتاجة ايه؟ نلمها شوية على هنا. نروح كده، ايه، نمسك دول. بص عشان تشوف الكيرف اهو، هو الاوتلاين اللي جوه دوت، فاحنا هندوس هنا جي جي وتحرك، لا، خليك هنا جي جي. اه، في ساعات الجي جي ما بتشتغلش كويس، فانت حاول ايه؟ تمشي في الاتجاه اللي انت عاوزه، يعني باختصار جي اكس كده. ماشي، تلاقي الكيرف بدأ يظبط معاك. طب وهنا هنلم ايه بقى ولا هنعمل ايه؟ هنحرك دول، نحرك دي. طب ودي؟ ماشي، خلاص حرك دي كده، جي جي، ما عملتش اي فرق. طيب هنضطر بقى نحرك دي، مع ان انا ما بحبش يعني ايه، بحاول يعني على قد ما اقدر ان انا اخلي اللوب دي كلها ايه؟ بشكل مستقيم، عشان تظبط معايا التوبولوجي في الاخر. انا لما احرك دي بس، بص لما ادوس جي جي واتحرك، بص بقى اللوب اللي في النص عامل ازاي بقى، يعني مش مظبوط كده. طيب هنعمل ايه؟ امسك دول كده بقى، احركهم او لفه. ماشي، هندوس نمسك دي بس، جي واي، ونروح بيها كده. يلا بقى ايه، اللوب دي بقت معوجة كده، بس ايه، هنحاول ان احنا ما تعملش معانا مشاكل يعني. تمام، وارجع بره، هتلاقي الكيرف بتاعك ظبط. تمام. تمام، دلوقتي جه دور الخط المنحوت لجوه دوت. سلكت الشكل. تمام، اخفي تأثير السب ديفيجن بس مؤقتا دلوقتي، اهو لما تطلع بره الايديت هتلاقيه موجود. تمام، احنا عاوزين نخفيه بس جوه عشان نشوف حدود بتاعتنا، الفيرتكس والكلام ده. هنضيف كنترول ار لوب بالعرض باللفة كده، تيجي هنا كده ودوس كليك، انتر انتر. تمام، بعدين نبص من الجنب، نروح هنا زي ما احنا عارفين، احنا لما بنعمل سيلكت كده بنحدد اللي هنا واللي الناحية التانية، جي جي، واطلع عند ايه؟ الخط بتاعنا اهو، الخط اللي احنا عاوزين نعمله هو ده. بس هنا دول محتاجين يطلعوا فوق شوية، سيلكت عادي كده واطلع جي زد لفوق عشان توسع لنفسك، وامسك بقى هنا وارجع، جي جي واطلع لفوق، جي جي واطلع لفوق. ماشي، انت خد وقتك في الكلام ده، جي جي واطلع لفوق. تمام. في حاجة هنا ظهرت، الخطوط اللي داخلة دي معناها بتخوف الواحد الصراحة، يعني الخطوط اللي الخطوط اللي داخلة في بعضها دي بتدخل الواحد في مود الخوف كده مثلا. ودي برضو جي اكس لحد ما يكونوا قصاد بعض. طيب احنا اللي يهمنا دوت جي جي لحد هنا، جي جي لحد هنا. تمام، زي الفل. احنا اللي عاوزين نعمله دلوقتي بشكل سريع، نسلكت اللوب دي. تمام، نتأكد ان هي تمام، بعدين كنترول بي واسحب لحد لما يكون 3 كده. هنمسك اللي جوه، ماشي، ونصغرها شوية، اس اس، وصغر، دوس شيفت عشان تصغر. ايوه، وبعدين نطلع بره، هتلاقي ايه؟ الكيرف بتاعك ظبط، ده الكيرف نفسه اللي موجود هنا. تمام، انت بقى ممكن تشتغل عليه اكتر لو انت شايفه مش مناسب، بس هو بيتعمل بالطريقة دي. تمام، يبقى احنا كده عملنا النعل بتاعنا، وكده الفيديو ده يكون خلص لحد هنا، وإن شاء الله إيه نبدأ في المرحلة اللي بعدها في الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.